السلام عليكم مشاهدينا، ومرحبا بكم معنا في أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج أنا غير إنسان. سعيدة جدا في هذه الحلقة، وحلقة خاصة مع واحد الكوبل غزال اللي بزاف الناس كيبغيوهم ومتبعينهم، وهما أصدقاء وخوت بالنسبة لي. واخا أنا الصراحة في هذه الحلقة غنبقى محايدة، غنصاد كلمة ديال الصداقة والأخوة. معنا اليوم عبد الله أبو جاد وأيضا سارة أستيري، مرحبا بكم معايا. الله يبارك فيك ورمضان مبارك سعيد. علينا وعليك ان شاء الله. واش وحشكم الصراحة؟ تحنا مع الاجواء ديال رمضان الانسان كيبقى مدهي، ما كنتشوفوش بزاف، ولكن في كل مره اكيد كتجيو عندي الكازا ولا كنمشي عندكم تنكون فرحانه وكندوزو وقت زوين. كنتمنى انكم تدوزوا معايا في هذه الحلقه ان شاء الله يا رب. عندكم ما تبقاوش تهضروا معايا موراها ولا شي. لا مرحبا. شهر رمضان كيكون عنده واحد الروحانيه وواحد الخصوصيه خاصه عند كل انسان. نبغي نعرف بالنسبه لك ساره وعبد الله، شنو الجديد في رمضان؟ كتغير شي حوايج ولا بحالو بحال كل اشهر السنه؟ بطبيعه الحال كتغيروا شي حوايج، كنقتربوا شويه من الله. بطبيعه الحال العباده راه على طول على الحياه كامله. ولكن كنتقربوا اكثر، نقراو قران، نصليو، خلاص الصلاه دائما، والشهيوات كنشوف كوزينه الوصفات ديالك تنارى شويه. ساره هذه حاجه زوينه درتيها، انك تشاركي مع الناس كتفكريهم. حيت عبد الله المشكل في رمضان بالخصوص ماشي بحال الايام العاديه، كتوحل اش دير في ذاك الفطور كل مره. الله يحسن عوان العيالات بصفه عامه، والله يحسن عوان ساره، حيت هي كتبغي عزيز عليها تفاجئني كل نهار بشي حاجه جديده الى اخره، وعينها كبيره، عندها مشكل ديال عينها كبيره. كاين ولا ما كايناش؟ عرفتي كاع الافكار اللي عندك كتحطهم، دونك تتوحل ديما شنو غدا غادي ندير عاوتاني، وما خصهاش اليوم بحال البارح. هذه بطبيعه الحال عند اي امراه مغربيه، كل مره كتقول شنو ندير اليوم الفطور، كيسالي في شي هو تبقاي تفكري. وزوين انك درتي شاركتي مع المتتبعات ديالك، يعني كتعاونوا بعضياتكم. بطبيعه الحال كيصيفطوا لي كيعاونوني صراحه، اللي يخدموا عليا. وانا شحال مره شفت لي ستوري ديالك ساره، انا بغيت ديك الفطور. مرحبا بك، ربي يخليك ساره، عارفه اللي مرحبا بك اختي، وقت ما بغيتي بالعكس. الدار الكبيره من اليوم ولا من غدا ان شاء الله. مرحبا. ربي يخليك، ديما تنقولها يعني في غيبتكم نتوما الدار الكبيره. شكرا لكم بزاف. ربي يخليك سلام. مزيان الطاقه الايجابيه اللي كتعطيو الناس، يعني ككوبل الناس كيتبعوكم كيشوفوكم دائما كتبغيو تنشروا داك الحب والسعاده، وهذا الشيء كيعطي الامل للشباب، تيخليوهم حتى هما يتمنوا انهم يعيشوا هذه الحياه هذه. ولكن اكيد بزاف الناس بغاو يعرفوا ساره وعبد الله، واش هذه الحياه خاليه من المشاكل من المدابزات ولا لا؟ شوفي ما يمكنش، ما كاينش شي كوبل وما كيدابش، راه الخوت كيدابزوا، ما يمكنش ما ندابزوش، كندابزوا غير هو ما كنحاولوا ما نخليوش المدابزه ديالنا طول بزاف، نتقاطعوا الهضره بيناتنا، نطولوا، نخرج من الدار ولا هو يخرج من الدار. هذا الشيء الحمد لله اللي كنحاولوا. اما المخاصمه ضروري، سبحان الله. كاين شي كوبل ما كيتخاصمش. قبل ما ندخلوا في حياتنا الزوجيه، في الاول اتفقنا على هذا الشيء، اتفقنا على واحد الحاجات. صراحه سمح لي قطعتك، صراحه هذه جات من عند عبد الله. قال لي اول شرط نهار نتخاصموا ما تخرجيش من البيت، ما تخرجيش من الدار، وما نطولوش المخاصمه. جميله هذه المبادره منك عبد الله، تبارك الله عليك. عادي، حيت شوف عادي انه جوج ديال الناس كل واحد شنو عايش، كل واحد شنو شاف في حياته، وتيتلاقاو توليو عايشين ديما اونصومبل. ضروري في شي حاجات ما غيتفاهموش، وغالبا تيكون عن غير قصد، لان راه في الاصل تيكون الحب بيناتهم، واحد باغي يفرح الاخر، ولكن تيوقع شي مرات الشيطان كيدخل كما قلتي، كتوقع واحد اي واحد كيدابز في حياته الزوجيه ولا في لافي ديالو اون كوبل، خصو يعرف انه طبيعي. المهم ماشي هو واش كدابزوا ولا لا، المهم شنو كديروا ملي كدابزوا، اولا شنو هي لا رياكسيون، رد الفعل فين كدابزوا. حيت هذه ضرني في راسي، شنو شي رياكسيون دار معك عبد الله في شي مدابزه بقات لك في بالك صراحه؟ انا مدابزات كاملين. لا صراحه عبد الله مدابزات كاملين كتجي المبادره منه، هو كيتصالح. انا الاول ما كيتخاصمش. شحال الوقت، شحال انا سور بلاص كينسى، هو دغيا كينسى سور بلاص، تبقى نقول له صافي الله يسامح، سمحي لي هذا الى اخره، حتى تنصالحوا. هادشي الانسان ديما خاصو يخلي من كنقولوا حنا من الميدوز بطبيعه الحال، وباش الحياه تستمر. شوف المهم هو انه منين كيوقع مشكل ولا هذه يكون احترام مهم، ماشي حيت دابزنا غادي صافي، لا
راه غدا غادي تكونوا سمنه على عسل. ولكن فين تكونوا مثلا الا دابستوا الانسان سا راسو وصل لواحد الحاجه خايبه يقد يندم عليها من بعد. هو الاحترام هو الاساس ديال العلاقات الانسانيه كامله. اكيد. طيب في هذه المده دابا تقريبا سنه ونصف دازت على الزواج ديالكم ان شاء الله على عقبال السنوات يعني ان شاء الله يا رب ان شاء الله كثير ان شاء الله ان شاء الله يا رب تزوجوا في الدنيا وفي الاخره كما يقول ان شاء الله كيقول عبد الله كنقولها ديما الحمد لله ان شاء الله. يعني هذه المساله هذه جميله يعني الانسان ان يكون عنده واحد لا باز ديال الاستمراريه في حياته. شنو بدل فيك هذا الزواج؟ نبدا بك عبد الله. شنو بدلت فيك ساره؟ انا بدلت فيا ساره صراحه حياتي كامله تبدلات. كنفيق كنلقى الفطور كان الغداء في الوقت. الاهتمام ديالها بواحد التفاصيل ديالي تلقى الفطور يعني راه الواحد يقول لك راه اي واحد تيفيق تلقى الفطور زعما ولكن زعما تبارك الله عليها راه فطور الفطور هو مهليه فيها وكل شيء. تبدلوا بزاف د الحاجات. دابا ولينا واحد. نعم. فين تنوليو واحد كان افونسيو بسرعه. صراحه انا حياتي كامله وانا عندي اهداف واحلام وباغي نحقق بزاف الحاجات. ولكن والله الا في هذا العام ونص حققت بزاف ديال الحاجات اللي ما تخيلتش في هذه المده القصيره. والسر كيرجع العلاقه ديالنا ولساره. يعني كيفاش حنا مفاهمين على بزاف على كيفاش نجريو حياتنا. ما كاينش ديك انا كنعوم بحري وهي بحرها، بالعكس غاديين بجوجنا بواحد الطاقه مجموعه كاينه ما كايناش في طريق وحده. وكتشوف قدامك الانجازات. دابا خلينا من الاحلام وباغي ندير. كتشوف راسك قديتي وليت كنجمع الفلوس كيجمع بزاف الحاجات. وليت كنسافر. تخيلي كنسافر بلا ما نعرف شنو عندي في الفاليزه ديالي، حيت عارف ساره ناضيه كل شيء غيكون ناضي غنوصل للغدا. الوغ كو انا قبل زعما في حياتي وبصفه عامه انسان تيتوسوس لي ديتاي كنمشي نراقب الى اخره. وكما تنقولوا حنا بالمغربيه تنقولوا دخلت عليك مباركه مسعوده صراحه. فاش قلتي انك حققتي واحد الانجازات في واحد السنه ونصف ما بقاوش غير احلام ولاو على ارض الواقع. بالنسبه لك ساره شنو بدل فيك عبد الله؟ عبد الله اول حاجه بدل فيا بعدا خلى عندي ثقه في النفس اللي ما كانتش عندي. خدم معايا هو تبارك الله راه كوتش كيف ما كتعرفوا. خدم معايا الثقه في النفس خلاني دائما نشوف كاين امل. تبارك عارفين عبد الله دازم بزاف الحاجات خايبين وتظلم بزاف. وكان دائما كيقول غدا غيكون زوين ان شاء الله. الايام الجايه غتكون دائما زوينه ان شاء الله. غنوصل لهذه ان شاء الله غيكون هذه. وكاع داكشي اللي كيقولوا كيوصل لهم الحمد لله. والحمد لله داكشي اللي خلاني انا نشوف عبد الله بحال دابا المرات الاول اللي كانوا هاجموني فيهم الناس. كان تيقول لي يا ساره هاد الناس هادو كاملين اللي هاجموك راه غيوليو يبغيوك من بعد حيت انت قلبك زوين حيت انت هكا. انا كنقول لا ما يمكنش. من بعد وليت كنوصل لكاع داكشي اللي كيقول لي وبزاف الحاجات قالهم لي وصلت ليهم. داكشي علاش خلاني دائما نشوف كاين امل في الحياه وكاين بزاف الحاجات كيتبدلوا. وهذه حاجه زوينه صراحه. كاين تكامل. شوف السر هو خص يكون تكامل ماشي تطابق. يعني ما يكونش الرجل والمراه والصبر بحال وصافي. لا انا كنكومبليتيها وهي تكومبليتيني. انا بزاف الحاجات ما فياش ومحتاجهم في حياتي هي تجيبهم بواحد القوه. وكذلك انا فعلا ساره كانت ما كتثقش في راسها. كتخاف من لي ريزو سوسيو الى اخره. شوميه ساره وانا كنعرفها كي دايره. كنقول لها ما يمكنش لان في الاخر الناس غيشوفوا الجوهر ديالك وغيقولوا لك ما عرفناش كيفاش دخلتي لنا القلوب. ودابا كتشوفها في لي كومونتير. كنشوف هاد لي كومونتير بزاف الحاجات قالوا لي عبد الله شفتهم دابا الحمد لله الله يحسننا يا رب. وساره كنلاحظ ان عندك واحد الخاطر. يعني انا فاش كنشوف هاد لي زاستيوس اللي وليتي كتعطي الناس ديال هادشي ديال الديكورات وهاد المسائل وعلى فكره بغيتك توضحي هذه المساله هذه. يعني انا فاش سولتك بيني وبينك قلت واش درتي شي دراسه قلتي لي لا هذه حاجه كنبغيها وكنبدع فيها. بغيت نقول لك نيت الجواب بغيت نجاوبك ماشي خاطر ولكن كندير شي حاجه اللي كتعجبني. ديجا كنت بارطاجيت معكم واحد لي فاز اللي صوبتهم بالقوادس. هذوك راه كنت صوبتهم انا قبل ما نتعرف. كنت صوبتهم وكنت كنصاوب بزاف الحاجات قبل ما نتعرف. ومنين تعرفت قلت علاش لا من بارطاجي مع المتابعين ديالي هادشي اللي كندير. هادشي كنديرو بحب ما عمري ما تعلمته ما عمري ما قريته. يمكن تبارك الله عليك في تصوير الفيديو الاتقان والدقه باش كتقادي داكشي اللي كيبان انه عنده. هي عندها الذوق
في الحياه العاديه. يعني قبل من انستغرام، قبل من هادشي كله، راه التوالات والطابله وكل حاجه والالوان والتناسق ولي ديكور اللي كتصنعهم في الدار، هادشي قبل فريمون قبل. ومنين بارطاجات داكشي مع الناس اللي متبعينها، الناس ولاو كيصايبوا داكشي وكيصيفطوا ليها. هذا هادشي اللي كيفرحني بزاف وكيخليني كل مره ندير فيديوهات. كيصيفطوا لي كيقول لي ساره شوفي راه صيفطنا كيصوروا كيصاوبوا داكشي اللي صوبت انا كيصوروا ليك، وهادشي من الحاجات اللي كيفرحوني بزاف. والحاجه زوينه انك تكون عندك يعني تكوني فنانه ومؤثره وعندك واحد المحتوى اللي زوين. الحمد لله. عرفتي بصح عندك الصح. عرفتي ملي وليت كنخرج للزنقه الناس شنو كيقول لي ساره واو الفيديوهات اللي كديري زوينين، ساره زيدي لنا مازال، ساره كيعجبوني الفيديوهات ديالك، ساره عندك محتوى زوين، وهادشي كيفرحني صراحه بزاف. وعبد الله انت المحتوى ديالك يعني دابا يعني الناس بدا كيعجبهم المحتوى ديالك بشكل كبر على الاعوام اللي فاتت. صراحه انا بديت في 2013 ولكن وكان الحمد لله كنت في فيسبوك وصلت 1.5 مليون ابوني ولا فان وكنت معروف وكل شيء، ولكن فعلا دابا خاصه من تزوجت انا وساره وليت كنحس براسي عرفوني الناس كثر بالتوجيه من قبل تماما بحال حيت هي عندها محتوى ديالها والطريقه باش الحمد لله كيشوفونا الى اخره، مشاو تعمقوا وشافوا شنو كندير وطاحوا على المحتوى ديالي اللي قديم والجديد. وصراحه فعلا عندك الحق سلمى، كنحس بان دابا الناس بحال كيعترفوا لي بالمحتوى ديالي التعليمي، حتى انا تندير توجيه مدرسي اكثر من قبل. عرفتي سلمى كنكونوا خارجين كيجي شي وليد كيقول له عرفتي راه ما كنتش انا كان بحال مثلا انا دابا اللي هضرت عليهم واحد الوليد كان يلاه تزوجنا جا عنده كان يلاه نجح في الباك ياك وقال له انا في الفلسفه ديالي ما كنت كنجيب 3 4 بسببك انت جبت 19 كيعنقوا فرحان. الحمد لله. وحنا عاوتاني جات واحد لا ماما مع ولدها قالت له شوف راه ولدي بسببك راه شنو شحال ولا كيجيب في الفلسفه، راه ولدي كاين اللي كتقول له ولدي بسببك راه ولا متبعك، وهادشي من الحاجات اللي بطبيعه الحال كيفرحوني حتى انا ماشي غير هو. كتشوفي الوليدات عرفتي علاش بيان سور كتفتخري به وكنفرح دوك الوليدات اللي عاونهم. كتجي ماما كتقول له شكرا بزاف، وهادشي من الحاجات اللي زوينين. نقول لك واحد الحاجه ديما كنقولها صراحه، نقول انا ما عرفت شنو الخير اللي درت في حياتي تلاقيتك، كنقولها ديما وتيقولوا لي حتى الناس تيقولوا هذه تيقول لك ما عرفت شنو دار هذا في حياته حيت تيشوفوا شخصيته تيحسوا بقلبها الى اخره. وانا كنقول والله اعلم من الحاجات اللي غادي يشفعوا لي ان شاء الله عند الله، واللي الحمد لله من غير رضا الوالدين كاين هذا الشيء ديال تتعاون الناس. راه كتعاون واحد في قرايته واخا غير شويه اثرتي عليه بشي حاجه ووصل، راه ما سهلاش. لا المساله هذه الحمد لله يعني انا كنت كنقولها يعني في المهنه ديالي كنقول لهم كنحس مثلا كيجيو ناس يقولك مثلا سعداتك كتباني في التلفازه او كيسمعوك الناس في الراديو تنقول لهم انا ماشي كان هذا هو لوبجيكتيف. كان لوبجيكتيف انني نحس انني كنعاون الناس بشي حاجه، اما كنوصل المعلومه. يعني المساله انك تعاون الناس بحاجه ولو بسيطه فهي اكيد حاجه كتفرح. عبد الله على ذكر انك تكلمتي على ان من بديتي كان الحمد لله عندك جمهور في الفيسبوك وصل 1.5 مليون، من بعد تعرفتي بالمحتوى ديالك. الناس بزاف كيسالوا على ابو جاد، يعني كاين اللي عارف انا ماشي كنيتك الحقيقيه وكاين اللي مازال ما عارفش، تيقول عبد الله ابو جاد من عرفنا بابو جاد. اذا وانا شخصيا نقول لهم واحد الحاجه، انا عند بالي ان عبد الله كان كيدير ابو جاد لان ولده سميتو جاد، يعني كان عند بالي انا ولد الكبير سميتو جاد، فهذا الشيء علاش داير ابو جاد. فشنو قضيه هذيك ديال ابو جاد اللي باقا كاينه يعني يعني الناس باش يفهموا؟ ابو جاد هي سميه سبحان الله جات بواحد الطريقه عجيبه. كنت في واحد ليفينمون في فرنسا وكان خصني ضروري بحال قلتي اسم فني فهمتيني، وما عرفت كيفاش جاتني ابو جاد. كانت تعجبني سميت جاد وقلت ابو جاد. ومن بعد الناس اللي كانوا في ذاك ليفينمون بقاو تعيطوا لي ابو جاد ابو جاد، وجاتني يعني سهله في اللسان وزوينه صافي. ونهار درت فيسبوك سميت راسي عبد الله ابو جاد. من بعد منين الحمد لله بديت ندير فيديوهات ديال التوجيه الى اخره، هاد ابو جاد رديتها اون مارك ديبوزيتها في الاولمبيك ودرتها شركه ديالي سميتها، عندي واحد الشركه سميتها ابو جاد. وبقات التسميه معايا والحمد لله باركتها والامور غاده بها وهي باقا معايا الحمد لله. يعني ما كيقلقكش الا تلاقيتي مع الناس ما تيقولش لك مثلا الاغلبيه تيقول لك ابو جاد او ابو جاد جاه او ابو جاد
بالعكس جميل، بحال اعتراف بواحد لا مارك انت حطيتيها، فهمتي انت قلتي وحققت واحد النجاح وتعرفات، راه ما سهلاش الحمد لله. نعم جميل. طيب ساره، انت قبل ما تعرفي عبد الله كنتي كتسمعي ابو جاد، كنتي كتسحبيها انت، شنو كان كيجيك في بالك زعما كنيتو؟ انا كان كيسحب لي ابو جاد كنيه ديال عبد الله، لكن ماشي كنيتو ابو جاد، عبد الله ما كاينش ابو جاد. لا انا عارفه الكنيه، يعني انا غير فقط قلت زعما كنشوف فيه واش نقول لك كنيه، ولكن انا في الاول كان كيسحب لي كنيتو. اي على ذكر ذكرنا ان جاد كان كيسحبيه هو الاسم ديال ولدك الكبير، والكبير كنشوف عندك واحد العلاقه خاصه به، يعني كنت واحد المره تلاقيتكم ما شاء الله الله يخليه ليك، مره كنتي غزال ظريف وانتيليجون وكيدخل الخاطر، الله يخليه لك يا ربي، تشوفي داكشي اللي بغيتي، ويخليك وليداتك يعني اون جينيرال. وكنشوف ساره انت عندك علاقه خاصه به، يعني كيبغيك بزاف. قبل بغيت نصح واحد المعلومه للناس، عندي جوج وليدات، حيت بزاف الناس تيسمعوا ولدك تيتحاب لهم واش غير قصي حيت هو كاين في لي ريزو سوسيو. لا راه عندي جوج وليدات، عندي ولد كبير في عمره 12 عام ما شاء الله، الله يخلي لك، هو اللي تكلمت عليه انا، قلت انني شفتو معكم. نعم. نتباه عادي ان علاقتك به تكون مزيانه والحمد لله. وانت ساره ما شاء الله كنشوف عندك واحد العلاقه زوينه مع ولد عبد الله الكبير، يعني شفتها وحتى في لي ستوري فاش كيجي عندكم كنشوف دوك لي ستوري ديالكم باينه انكم قراب بعضيا. صراحه عزيز عليا بزاف، زعما ماشي قدام بابا ولا في البرنامج، عندي عزيز وكنكون فرحانه ملي كيكون جاي عندي. كيدير لكم جو كما تنقول. هو كنحس به كيرتاح بزاف عندنا في الدار. ساماريف بزاف على انني كنكون خدام مثلا عندي وداك النهار اللي تيكون فيه عندنا مثلا نقدر نكون خدام ولا شي حاجه، تيبقى في الدار كنجي كنلقاه فرحان ناشط باغي يعاود يجي، فهمتي مره اخرى. وان انا اصلا انا وياه ديما الكونتاكت، ديما حنا اصحاب. الحمد لله الحمد لله. شي ملي كنشوف ساره كيفاش كتهلا فيه صراحه كنحس بواحد الراحه. واحد المره كنا مسافر معنا، وكانت عندي خدمه في الرباط، وبقى معاهم وقال لي سير بابا، وكاين كنعيط له ناشط مع راسو مهلي، وقيله منين ما كنكونش انا كنتهلا فيه وكيعجبو الحال اكثر. كتحسي بواحد حيت انا تيبقى واحد المسؤوليه تماما، هادشي اللي بغيت المسؤوليه عندك وانت كتبغي. كان ولدي ما كانش نتهلا فيه بحال ولد عبد الله، حيت فريمون كتحسي بواحد المسؤوليه وما خصكش تحسي بواحد النقص. طبعا ولدك كتخافي عليه الا دار شي حاجه ما تبقايش راده له البال بزاف، انا كنبقى راده له البال. عرفتي سلمى تيتحاماو عليه كيبقاو يتفقوا خلاص الا كان باغي شي حاجه كما كانت تلقى مشكل مع ساره، هي الاولى تقول لي خذ ليه هذا تهلا فيه، ديما عينه كبيره كما قلت لك قبيله، ديما كتختار له احسن ما كاين في لي كادو ايتترا. صراحه الحمد لله. طبعا هذا الفعال ديال بنات الناس، يعني بنات الخير، وهذه مساله زوينه. طيب ساره، ربما الناس دابا اللي كيشاهدونا غيتسائلوا، يعني هذا المجهود هذا كديريه على قصي؟ صراحه انا من الاحسن نبقى بعيده على هذا الشيء ان شاء الله. حاجه واحده اللي غنقول، قصي الا شفتو غيكون نفس المعامله ديالو بحال اللي نعامل ولده الكبير. نعم. عبد الله بكل صراحه توحشي قصي؟ طبعا. ولادي بجوج كنتوحشهم ديما الحمد لله، كنبغيهم بزاف، وصارت تشهد بهذا الحب اللي عندي ليهم. نقول لك سلمى واحد الحاجه، انا اللي عجبني في عبد الله بزاف، واخا الناس ما بطبيعه الحال ما عارفينش بزاف الحاجات، ولكن كنشوف فيه حب ديالو لولادو والحب ديالو لماماه. ودائما الراجل اللي كيبغي ماماه وكيبغي ولادو وما كيفوتهمش، هذاك عمرك ما تخافي منه، هذاك بقي معاه مطمئنه، والحمد لله داكشي احساس كيف ما شفتو النهار الاول كيف ما باقي دابا. نعم. ولكن الناس بزاف صار عبد الله كيفرحوا، يعني كيشوفوك مع بعضكم، كيشوفوك مع ولدك الكبير، كيشوفوا الستوري واخا ما كتبينوش. انت كنظن انك بغيتي يبقى بعيد على السوشيال ميديا. طبعا بغي انا صراحه يعني او نيفو ديال البرانسيب مبدئيا كنفضل انه يبقى مرتاح، ما يعرفوش الناس، يعيش حياته عاديه، ماشي يعني. علاش كتخاف تقول ليه شي كلمات يعني شي؟ لا الشهره ما سهلاش، خاصه على الوليدات الصغار، وخاصه في لو كا ديال باباك حتى هو معروف،
او لا ماماك معروفه الى اخره، يعني يقدوا الناس بشي حاجه. مثلا كاين بزاف الناس اللي يقدوا يكون عندهم موقف معايا انايا هذا، ولكن هو مسكين بريء منه، علاش هو غادي في شيء. دونك وسورتو انني بغيتو يعيش حياه عاديه، وراك شتيه الحمد لله متوازن في حياته، ترونكيل انا وياه صحاب، فريمون صحاب اكثر من باباه انايا. بخير مزيان بحال هكا، باش حتى هو تيمشي للمدرسه فرحان ناشط تيجي. شي مرات طبعا شي مرات تيقول لي راه واحد الاستاذه ديالي ولا واحد المعلمه ديالي راه عرفاتك الى اخره، وهذه مزيان. شي حاجات بحال هكا مباركه. عرفتي سلمى، انا كتعجبني العلاقه اللي ما بين عبد الله وولده، فريمون علاقه زوينه. انا شحال هذيك عارفه طلاق راجل ومراه ملي كيطلقوا، ما عارفاش ملي كتبقى ديك العلاقه الزوينه ما بين الوليدات تبدلتها مع عبد الله وولده. كنشوف واحد الحب بحال ما بعيدش عليه الوليد، كيبغي بابا، كنشوفوه بزاف د المرات في لا سيمان كيجي فرحان، ما كاينش المشاكل زعما بيناتهم ولا كاينش. ولكن هاد الناس اسمح لي يا عبد الله، يعني الناس غيسولوا يعني علاش انا ما بغيتش نقول الاسم لانك انت بغيتي تخليه بعيد على الشهره. ولد الكبير الناس كيشوفوا يعني مادام كتقول ساره انك كتهلا في ولدك وديما اون كونتاكت معاه، يعني كنظن ان قصي صغير حتى هو محتاجك. يعني راه انا ما عرفتش شحال عنده دابا والله، زعما واش عامين ونص ولا. طبعا محتاجني. شوف غنقول لك واحد الحاجه، احتراما للقصي لولدي، يعني هذا الموضوع ما بغيتش كاع ندخل فيه، ما بغيتش نهضر عليه. يعني ما تبغيش يكبر ويشوف هذا الفيديو ولا يشوف انك قلتي شي حاجه ما غاديش. الحمد لله والشكر لله، كما الحمد لله علاقتي مع ولدي الكبير ناجحه. ان شاء الله علاقتي مع قصي غتكون ناجحه حتى هي، والحمد لله. حبي راه بحال اصبع يدي، كنبغيهم بحال يعني غنبغي صباعي كاملين حتى واحد ما يتقطع، راه نفس الشيء. واحد الحاجه ربما عبد الله وساره الناس غيبغيو جواب منك، خصوصا انت عبد الله لانها دارت في السوشيال ميديا بزاف على المساله ديال الحضانه. يعني واش ممكن ان عبد الله يطالب بالحضانه ديال القصي؟ لا طبعا لا، انا عمري ما فكرت في هذه القضيه، ما عمري غنفكر فيها. لان انا بالنسبه لي اي وليد صغير تيكون محتاج لماماه. نعم. وطبعا خصو يشوف باباه ويعرفوا باباه، خصو يكون حاضر معاه فين يحتاجه الى اخره. ولكن الولد محتاج لماماه اكثر، وحتى الام محتاجه لولدها وتربيه وتكبره. دونك هذه القضيه ما عمري فكرت فيها وما عمري نفكر فيها. وانا ما متفقش مع كاين شي مرات رجال اللي بدافع شي مرات الحب في الوليدات او الانتقام، فهمتي، تبغي ياخذ ذاك الوليد. لا انا ما تنتفقش معهم مبدئيا. انا وصلتني واحد الخبار، ما غاديش نقول يعني المصادر ديالي تيبقاو ديالي، انا احتراما واحد الخبار هذا المصادر ديالي الخاصه، انكم درتوا محاولات باش تشوف قصي ولكن ما نجحاتش. انا هذا الموضوع تنفضل ما نهضرش فيه، يعني ما اكدتي ما كتاكد ما كتنفي هذا المصدر هذا اللي جاني واش هو هذاك ولا لا. خليه بحال هكا وشكرا. ساره، ولكن انا هذه الصراحه غنبغي نقولها. كانت هضرت معايا ساره واحد المره وقالت لي شي مرات عبد الله كتبكي لي انك توحشتي قصي. عادي كنتوحش ولدي وبزاف، لانه بيبي صغير اكيد طبعا. والله يخليك وليداتك، كنتمنى على العموم ما تشوف فيهم داكشي اللي بغيتي. وكما قلتي الولد كيبقى ما بين الام ديالو والاب ديالو، محتاجهم بجوج طبعا. ان شاء الله كنتمنى ان ربي يلاقيكم عما قريب. ساره، عزيز عليك انت الوليدات الصغار، منين انت يعني من الصغر كنتي كتحسي ان عندك واحد العلاقه خاصه بهادشي اللي تيبغيوك؟ شوفي من شحال هذه مني كنت صغيره كما قلتي، وانا كيعجبني الوليدات الصغار. شي لقيت شي بيبي في الزنقه كنمشي نبوسو، حتى كتقولي ماما الله يرحمها راه شحال من وحده ما تبغيش كتبغي تبوسي ولدها. والحمد لله شفتي الا مشيت لشي بلاصه هو عبد الله عارف هي اللي بغيت نقول سبحان الله عندها واحد العلاقه مع الوليدات الصغار اللي متبعينها في انستغرام عجيبه. زعما تنتعجب شي مرات لانه تنشوفوا تيكون بنيته صغيره ولا ودايوغ هذا الشيء اللي انا كنحيي في صراحه واحد المساله فين حنا شفنا هذه القضيه فين ما كنخرجوا كيجيو وليدات صغار تقول لك كنشوف في انستغرام كنشوف ستوريات حافظين القطيطات ديالها حافظين هذه. هي تنحيي فيها واحد الحاجه انها حست بواحد المسؤوليه
وفريمون تتقولها لي شحال مره تتقول لي راه كيتبعوني وليدات الصغار. وفيما مشيت الا مشيت لشي بلاصه كتلقيني انا جالسه وليدات الصغار بلا ما نعيط لهم كيجيو يجلسوا حدايا، وانا ماشي ما كيقلقونيش، كيعجبني الحال. هما الوليدات كنقولوا كيحسوا لما كيكون واحد قلبه زوين وتيبغيهم حتى هما كيحسوا به. سلمى انا هي اصلا تجيني بنيته صغيره راه واحد البراءه فيها، راه من غير داكشي اللي كيشوفوا الناس راه هي هكا زعما. راه ديما كنبقى نشد فيها نقول لها واحد العباره ديال وراه انساني. واحد النهار شنو واحد البنيته تتشبه ليها وتتقول لماما على واحد السيد تيصايب لاكلاص، تتقول لها وراه انساني، كتقول لها وراه انساني. والله كنضر درك كنقول لها هذيك البنت راه هي انت بحالها سبحان الله. وما كرهتش ان شاء الله يا ربي شي كتكوته ان شاء الله يا ربي يوليو عندي جوج صارات. الله يحفظكم الذريه الصالحه ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله باذن الله. ساره نرجعوا شويه الفن ديالك، الغناء، الاعمال ديالك. سعيده بالنجاح اللي وصلتي ليه لدابا؟ بطبيعه الحال دابا مازال ما وصلت حتى شي نجاح. انا في الطريق الحمد لله. درتي اغاني اللي نجحوا. انا في الطريق ان شاء الله. دابا راه عندي واحد الكليب كنت صوبته في الصيف، درته في الصيف ان شاء الله، تا هو ان شاء الله غادي نخرجوا، وعندي بزاف الاغاني ان شاء الله تا هما جايين. هاد الاغاني نقولوهم ولا بغيتي تخليهم مفاجاه؟ عطينا بعدا شي حاجه قريبه على الاقل مع من تعاملتي. ربما تعاملت مع المخرج امين مرتضى في جوج كليبات ديالي، وهو دابا اللي خدمت معاه ان شاء الله. حتى الكليبات جايين ان شاء الله معاه ان شاء الله. وتعاملت مع حمزه الغازي، يونس ادم في التوزيع، يونس ادم كلمات، وامير محمد اميره زهير ومحمد امير بدر مخلوفي وما شاء الله اسماء كبيره يعني. صراحه سميات كبيره في المستوى. والمشجع الرسمي عبد الله ابو جهل. انا اكثر من المشجع راه ما تخيليش. اول فان ديالي هو عندي جوج ديال لي فان حقيقيين، عبد الله وبابا. الله يخليهم لك ان شاء الله. الله يخليهم لي يا ربي. الحمد لله. كنتي قلتي في واحد اللقاء انك بغيتي تحققي الحاجه اللي حلمت بها ماماك الله يرحمها. كتشوفي انك دابا حققتي ليها شي حاجه من احلامها، انها لو كانت غتكون يعني فخوره بهادشي اللي وصلتي ليه؟ الحمد لله. كنشوف داكشي بصح كاع داكشي اللي بغاتني الحمد لله وصلت له. لا ساره انا ما يعني ما نبغيش يا ساره. ما كرهتها شكون كانت معايا الله يرحمها في هاد العواشر. الله يرحمها ويستعلى. شوف ساره، اكيد انت كانت عندك علاقه خاصه بماما، كنتوا صحابات ما كتفرقوش، فهي من فين ما كانت فاكيد هي حاسه بيك وكتشوفك وفرحانه بيك. يعني هذه المساله هذه اللي خاص الانسان دائما يحطها في باله. والحمد لله لقيتي عبد الله فهو سند ليك الحمد لله. وباباك وهبه ادم سميت الاخ ديالك ما شاء الله. انا كنحسبك دابا انت الام ديالهم بطبيعه الحال. يعني فاش كنشوف علاقتك بهم في كيفاش دايره بحال كنحس راسي عندي مسؤوليه كبيره. انا بالنسبه لي داكشي اللي كيبان راه والو بالنسبه للحقيقه. شحال هي هازه ديك المسؤوليه ديال خوتها وباباها وخلاص انا، وهز الهم حتى الهم يعني من غير داك لو كوتيديان ديال يوميا. كل واحد هذا الهم ديال كل واحد شنو خاصو يدير في حياته، شنو خاصو يقرا. نعم. طبيعة الحال راه كنحس بهم وليداتي ماشي خوتي صراحة. طاحت على مسؤولية. الله يخليهم لك يا ربي. هي حتى حاجة ما سهلة في الدنيا سارة، ولكن ربي دائما كيوضعنا في واحد الاختبار وخاص الإنسان يكون قدو وينجح فيه. شنو الحاجة اللي كتكرهي في العلاقات الإنسانية بصفة عامة؟ أي ناحية؟ يعني في العلاقات الانسانيه سواء الصداقات ولا العلاقه، شنو الحاجه اللي كتكرهي يعني ما كتبغيش تكون؟ يعني مثلا النفاق، الكذوب، الخيانه، شنو الحاجه اللي ما يمكنش انك تسامحي فيها؟ انا ما كنبغيش اللي اذتني انا بزاف وزعما واللي كضرني هي كيحكموا عليك على شي حاجه هما ما عارفينهاش، فهمتي؟ وكيطيحوا عليك الباطل اللي ما عايشينش شي حاجات اللي ما عاشوش معاك انتيا، ما عاشوش فيا، وكيقولوا لك لا درتي وفعلتي وكان هذاك وكان هذاك وهذاك الشيء ما كاينش. هادشي انا اللي كيضرني بزاف. كيطيحوا الباطل صعيب. وبالنسبه لك عبد الله؟ نفس الشيء صراحه. انا وقيلا راك دابا انت تعرفيني عن قرب وخلاص صار راه حافظاني وداك الشيء، راه ماشي اطلاقا هذاك الشخص اللي كيصوروه بزاف ديال الناس، ماشي كل شيء. بزاف ديال الناس عندهم واحد الصوره عليه صراحه غالطه.
ولكن انا ماشي بحال ساره، انا ماشي جديد، هي ساره عاد اكتشفت هذا العالم. انا صراحه ولفت واكتسبت واحد المناعه ديما سلمى تقول لي علاش اصاحبي؟ يقول لهم الحقيقه، قول لهم راه زعما انت انا كنخلي المحتوى ديالي اللي كنحط هو اللي شوفي وكيخلق واحد الحاجه في عبد الله بصح تظلم بزاف وربي ما يسلو في حياته. الحمد لله فهمتي المساله مهمه. كيسكت وكيصبر وكنشوف حياته تتيسر تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله. راه شي واحد غريب، شي الانسان يقول لك انا اللي درت وانا اللي كندير، راه ربي اللي كيدير، لان حيد لك من هذه ودار لك في هذه. تظلمتي في هذه ما تخافش، راه والله ما غتضيع، لان ربي سمى راسو العدل، يعني ما يمكنش يظلم شي واحد وحرم على راسو الظلم. عبد الله في اطار الطرائف، يعني شي حاجه طريفه، يعني الناس مثلا في لي كومونتير ديما ما تيقولوش سميتك، تيقول راس لافوكا، وفجاه وليد الركراكي بقاو يقولوا خدالي اللقب خدالي اللقب صافي دا. كنا كنضحكوا انا وساره وعبد الله في واحد الجلسه، قلت له بعدا الحمد لله جا شي واحد شاركني في اللقب. ما كتقلقش من هاد لي كومونتير يعني. تحيه طبعا هو الانجاز الكبير اللي داروا، فهو انجاز كبير وفرحنا كاملين. عبد الله ما كيتقلق، عبد الله كلشي كياخذوا بالضحك. راه كلشي بالضحك، راه شي واحد يقول شي حاجه اللي تبان. ولكن الصراحه عبد الله شنو هو اكثر كومونتير ضحكك؟ يعني تقال عليك يعني في شي حاجه قريتي ضحكتي؟ تيضحكوني شي مرات لي كومونتير اللي تيجيو تيقولوا لساره، تيقولوا لها لا هذاك راه داير وهي كتشوفني يوميا، عارفه انا كي داير. لا كيصيفطوا لي شي حاجات عليه اللي انا دابا الحمد لله عام ونص مازال ما شفتهمش. ما كنشوفهمش الحمد لله. تتفكري هذا لي كومونتير؟ وشي ساره شتي شي كومونتير ضحكك يعني؟ ضحكوني ما عقلتش صار. انت وقيلا غير كيأثروا فيك، انت ما كيضحكوكش؟ لا في الاول كانوا كيأثروا عليا، دابا كما قال عبد الله كتب لي عندك المناعه. كاين دي كومونتير كيضحكوا، كاين شي وحدين كيقولوا لك بحال مثلا كيكتبوا شوفي مصادر موثوق منها، راه هي تفرقات، كيكتبوا لي في كومونتير كيكتبوا لي راه صارت تفرقات على عبد الله. حنا عمرنا ما تفرقنا حتى نهار، زعما هو بات برا الدار ولا شي حاجه، ولا كتقول لك شوفي راه كنسكن حداهم، انا ما كنسكنش حدانا، كنسكن حداهم، راه تفرقوا، راه ما بقاوش اونصامبل. وهادشي من الحاجات اللي كيضحكوني. بالعكس الحمد لله ما كيضحكوك، يعني قبل ربما كانوا شي حوايج كيأثروا فيك ساره، كانوا دابا كتشوفي راسك انك فعلا دابا تبدلتي وليتي شويه قويتي راسك. انت دابا باش تلقى بعدا اصلا كومونتير سلبي عند ساره راه خص فريمون قليل الحمد لله صراحه، لان شوف سبحان الله المحتوى ديال ساره منه كيشوفوا المحتوى وفي نفس الوقت شخصيتها كي دايره. والناس راه كنقول لك شي مرات كنقرا كومونتير تيقولوا لا ما عرفناش كيفاش دخلتي القلوب ديالنا حتى لقيتك كنبغيك. كاين تيقول لك حتى لقيتك كنبغيك، الحمد لله يعني ربي الحمد لله كاين. وانا هادشي كيفرحني بزاف طبعا، تيفرحنا كاملين الحمد لله. يعني كما قلتي الانسان مع الوقت فهو كيبدا يقوي راسو، كيعرف ان هادو مسائل عاديه. هي دائما الصراحه اللي كنقول للناس، خصوصا يعني كان لوبجيكتيف ديال انا غير انسان، لان بزاف الشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي كنقولوا واش هذيك هي الشخصيات ديالهم ولا دايرين ماسك. يعني بزاف مثلا اللي كيصور حياته على انها ماشي هي هذيك، او تيقدم راسه بواحد الصوره ماشي هي هذيك، سواء سلبيه او ايجابيه، او تيقول شي حوايج ماشي هما هذوك. شي مرات كنكونوا مع زملاء، وبحكم انا الحمد لله عندي علاقات كثيره بالوسط يعني المشاهير، تيقول لي بغينا نعرفوا سلمى زعما تنقولوا اشياء كثيره في الكواليس، نقولوا من الانسان لا تكلم. ولكن كاين اللي كيتاق، كاين اللي ما كيتاقش، كاين اللي كيفهم. وكما قلت عبد الله ربما الانسان مع الوقت كيبان بزاف الحوايج، وبزاف الحوايج كيتفهموا. نرجعوا للكوتشينغ، يعني هي حاجه مزيانه كما قلتي، انك تعطي واحد رساله زوينه، واحد المعلومه، واحد الخير. انا كنعتبره خير، يعني ربما شحال من الواحد تالف ما عرفش فين يمشي شنو يدير. خصوصا لما مؤخرا قلتي شاركتي مع المتبعين ديالك في ستوري، قلتي بشوف انا جبت مقبول، ولكن من بعد وليت مهندس، من بعد درت دكتوره. يعني الانسان شحال من واحد مسكين في الباك غير كيتخلع، ما كيجاوبش على
الامتحانات بزاف، تيكون تيقرا مزيان، تيجي الباك الامتحانات مسكين ما تيعرفش يجاوب مزيان، فكيجيب نقطه مقبوله ولا ما كيرضاش على نفسه، ما كيلقاش الباب فين يمشي، وانت كتعطيهم واحد الامل وكتعطيهم واحد الباب. تكلمنا شويه على هذا البروجي ديالك. شوف مؤخرا لونسيت واحد لا بلاتفورم، انا واحد الاصدقاء اللي عشنا كاملين نفس التجربه ديال يا اما ما قريناش القرايه اللي دابا خدامين بها، او لا يعني حيت كنا محدودين في النقاط ديالنا الى اخره، ما تحب ليناش راه كاين طرق اخرى باش توصل لنفس الاهداف الى اخره. وخدمنا على واحد لا بلاتفورم سميتها كوفير.ma اللي غادي تواكب الناس من قبل من الباك حتى انهم غيجيبوا الباك ديالهم، غادي يتوجهوا، غيختاروا المدارس، غيقراو فيهم، غادي يتفورماو في داك الشيء اللي تيكون ناقص، لان ما عمر ما تكون لا فورماسيون كامله، ضروري تكمل من عندك حتى لانهم ان شاء الله نحاولوا يا اما نانتيغريوهم في الخدمه يعني عند ناس اخرين، او لا نخدموا معاهم على المشاريع ديالهم. هذه حاجه زوينه بزاف الصراحه، شجعتي ساره في هذا البروجي طبعا ديما تشجعني يعني معنويا وخلاص. هي فين كتهضر على البروجي ديالي للناس او لا في لي ستوري ديالها، كنحس بواحد الصدق خيالي بحال فهمتي، تنقول مع راسي والله الا تهضر هي قلبها من قلبي، وحيت انها مامنه بالفكره. لا كنشوفوا من الخدمه اللي كيخدموا، حيت انا كنشوفوا كيخدم من قلبه، وكنشوفوا شنو كيدوز وشنو كيدير داكشي. عشان ملي كنهضر انا مع الناس وكنقول لهم شي حاجه كيدير عبد الله، كنهضر معاهم من قلبي، كنكون شايفه داكشي شنو كيكون كيدير عبد الله. يعني ربما الناس كيتسائلوا علاش انت كنتش دابا في التوجيه يعني المدرسي، واش لان يعني انا كنعرف ان الوالد الله يرحمه وسع عليه يا ربي في هذا النهار هذا، ما شاء الله كان عنده مدارس كثيره، باقي عندهم ماشي كانوا عندهم، يعني عنده مدارس كثيره. واش من هنا يعني جاتك الفكره بحكم انك كبرتي مع بابا، كتمشي هنا ربما خدمتي معاه في هاد لي بروجي هادو، جاتك الفكره انك تكون يعني كوتش كتوجه للطلبه في هادشي ديال المدارس؟ شوف انا في الاصل قريت في فرنسا لانفورماتيك، ودخلت المغرب ودرت دكتوراه في لانفورماتيك ما شاء الله، ولكن ما نساليت صراحه يعني ما بغيتش نخدم في لانفورماتيك دونك لا استاذ ولا انجينيور. يعني ما بغيت انا لي زافير مشاريع الى اخره، حيت حنا هكا مربيين مع الوالد ديال من صغرنا باغيين نديروا بزاف د الحاجات، باغيين كيعجبنا الانجاز. يعني داك فهمتي تتماركي بيت كدير شي حاجه. الوغ في الاول بديت بواحد لي سيرتيفيكا كنت كنحاول نبيعهم لمدارس النت، وتلاقيت واحد الشركه ديال الوالد الله يرحمه اللي فين بريزونطيت لهم دوك لي سيرتيفيكا قال لك اسيدي علاش ما توليش انت المدير العام ديال واحد المدرسه. واتفقنا ونيغوسينا، قلت لهم مرحبا، وبديت تما. فين بديت كنت كنمشي لي صالون، تمشي نتلاقى الطلبه اللي تيسولوا ولا التلاميذ تيسولوا على مستقبلهم الى اخره، ولقيت انه انا ملي كنت كنهضر معاهم يعني كنقنعهم كنقول لهم دير هادي. شي مرات تنقول لهم مدرستنا ما صالحاش ليك، جميله هذه حاجه هذه كانت فيا بزاف، وكانت كتخرج علينا ماشي كتفيها. واحد شويه قلت هاجي علاش لا، طبعا كاينه قصه ولكن مختصر، قلت علاش لا هاد التوجيه ولا هاد كيفاش كنصح الدراري نديرو سو فورم دو فيديوهات في يوتيوب. وبديت تما خديت واحد الجائزه ديال بيرسوناليتي ويب دو لاني في ماروك ويب ووردز، ومن تما الحمد لله حسيت بحال ربي اختارني، لان الحمد لله رزق حتى هذاك، وقال لي هذه رسالتك. فبقيت في التوجيه، وطبعا بقيت في العالم ديال المدارس باش تكون عارف شنو الجديد، عارف الوزارات شنو تيخرجوا الى اخره الى اخره. بحال هكا كانت القصه. جميل. الانسان كيمر بازمات الصراحه عبد الله، يعني إليا دي او إليا دي با. كنتي مريتي بواحد الازمه ربما تما وتلاقيتي انت وساره، تلاقاتك معاك مع ديك نفسيه ولا ماديه؟ انواع بجوج، ربما كانت ازمه نفسيه وماديه. انا صراحه من وراء الوفاه ديال الاب ديالك اكيد في هذه المساله هذه وفاه الوالد ديالي طبعا اثرت عليا بزاف وداك الشيء، ولكن الطريقه باش ربانا وجدنا ديما كان تيوجدنا، حيت هو روحاني صراحه، انسان ملتزم
رائع. داك السيد الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه. امين. وكان ديما كيهضر على انه واحد النهار غادي يمشي، انه هكا كانت ثقافه يعني موجدكم لهذاك النهار. اكزاكتومون. طبعا تقصحنا معنويا وتاثرت وكل شيء، ولكن دغيا وقفنا الحمد لله على رجلينا، وكيحسوا بانه البركه ديالو كانت معنا، بانه استحملنا الفراق ديالو. بصح موراها كانوا ظروف اللي انا ماديا يعني فين تلقيت ساره راه هي تقول لك ما كان والو، كنت زيرو، وكنت صريح قلتها لك. كان صريح. نعم. ما كذب عليا، واش اللي عجبني فيه ما كذب عليا ما حتى شي حاجه. وريتها لي وراني لي كونت بونكير ديالي، وراني كونت بونكير كان والو حتى شويه تفرتيت. ولكن وراني كل شيء الحمد لله. يعني الحمد لله صراحه دخلت عليه بالبركه وبالرزق، يعني دغيا بواحد الطريقه سريعه الحمد لله تحركت الامور، واليوم هي تقول لك الحمد لله الحمد لله والشكر لله. الحمد لله. ربي ما كينساش الانسان. هو براسو كيدور كيقول بهذه السرعه الحمد لله الحمد لله، كيقول الحمد لله ربي رزقني. هادشي كنشوفكم ديما مع بعضياتكم. عبد الله ما عندكش اصدقاء؟ صراحه ما عنديش صحاب بزاف، عندي الاصدقاء دابا ما كاينش داك، ما عنديش داك خروج تلاقى الدراري راه تقريبا. عندنا صحابنا واحد اللي هو مصطفى مرتضى وفاطمه الزهراء، ولكن انتم كوبل. انتم كوبل هذاك يعني ديما مع بعضياتكم كتكونوا كنسافروا اونصومبل. صح. ولكن الصراحه كانت فيها كل شيء. فوالا يعني لا فريمون لا، هو باقا داك كاين صحابي اللي كيعيطوا لي وداك الشيء، عرفتي شي يقولوا لي؟ تيقول لي ما حدك ما كتعيطش لينا وما كتشوفناش، راك بخير. راك بخير مع مرتك، فهمتيني. الحمد لله. دونك هي لقيت فيها صاحبي وعشيرتي وكل شيء. اصلا ما كيبقاش لنا الوقت باش هو يمشي مع صحابه وانا نمشي مع صحابي. كتلاقاو. هي مرأة ذكية عرفت كيفاش انه داكشي اللي كيعجبني بلاصه ما نمشي نديرو مع صحابي، نمشيو حنا نخرجوا ندوروا نتلاقاو صحاب يعني اونصومبل. الحمد لله ما كاينش، ما عندناش كاع هذيك كل واحد حياته اطلاقا. وحتى هذا الشيء كان من الحاجات اللي قالهم لي عبد الله في الاول. قال لي بغيت كل شيء نديروه بجوج، نخرجوا بجوج، نجيو بجوج، نمشيو مع تلاقيت شي صحابي ولا شي حد كنعرفهم بجوج، صحابك حتى انت نتلاقاوهم بجوج، وداك الشيء اللي دايرين حتى دابا. الحمد لله. الله يدوم محبه والله يخلي ديما العلاقه هكا زوينه. صراحه بزاف الناس كيتسائلوا، يعني كتعرفي ان رجل مطلق خصوصا عبد الله جوج مرات يعني كيقولوا واش ساره ما كانتش متخوفه من هذه المساله هذه، ما كانش دايره الحساب كتقول عندك انا كيفاش غنثيق نتزوج، واش منه هو منهم هما، يعني الناس كيتسائلوا. عرفتي سلمى قبل ما نتزوج انا بعبد الله كنت دائما كنقول من المستحيل ناخذ راجل مزوج، زعما مزوج ومطلق، من المستحيل ناخذ راجل مطلق. دائما كانت عندي هذه الفكره. منين تعرفت على عبد الله بطبيعه الحال تبدلت الفكره ديالي، ومين تزوجت به وعرفته اكثر استنتجت من هذا الشيء كامل. قلت الراجل المطلق كيكون عنده اكسبيريونس معاه، هو تعلمت بزاف الحاجات. كيقول لي يا ساره الا تخاصمنا ما خاصكش تخرجي من الدار، ساره الا تخاصمنا نتصالحوا ديك الساعه، ساره كيعلمني شي حوايج زوينين. يعني اغلاط كانوا كيوقعوا من قبل عبد الله ولا فاهمهم، يعني ساره ما خاصش العلاقه ديالنا تبرد، ساره لا خاصنا نتصالحوا، ويبقى شي الا تخاصمنا كيبقى تنتصالحوا، ويبقى ساعه يبقى تنتصالحوا. كيقول لي لا ما خاصناش. واللي انا اللي استفدت زعما الراجل المطلق ديما كتكون عنده اكسبيريونس، ما كيعاودش نفس الاغلاط. طيب بالنسبه لك عبد الله، نعم. واش شفتي ان يعني انت راجل مطلق مرتين، شفتي ان المجتمع ربما النظره ديالو قاسيه عليك، يعني او على الرجل المطلق بصفه عامه؟ شوف حتى واحد ما كيبغي يطلق ولا تيبغي الطلاق، ولا في الاصل ديال الزواج النهار الاول ماشي باش واحد النهار تطلق، راه ماشي اللعب، ولكن راه الظروف وربي كما خلق الزواج خلق الطلاق، والناس يقدروا يكونوا غير ما عارفينش شنو كاين في البيوت. راه كل دار عندها اسرار، والاسرار عند الله سبحانه وتعالى. المهم انا والله لا تحس براسي مرضي الوالدين وما عرفت شنو الحسنه اللي درت في حياتي. اليوم انا متزوج ساره، وهادشي كيقولوا لي حتى الناس اللي دايرين بيا، عاد انا اللي كنشوفها يوميا وعايش معها. الحمد لله
بالنسبه لي حتى الفقدان الوالد ديالي الله يرحمه، المشاكل اللي عشتهم في حياتي كاملين الى اخره، هاتي كامل عوضني الله بصراحه. ونسيتي واحد الحاجه، واش هي اللي كيتوجد راه كيقول لك اقرب طريقه لقلب الرجل هي المعده. واخا هي تبارك الله صراحه تلقى واخا الناس كيهضروا على المساعده ساره، وكنشوفك انت كتدخلي يعني من غير ان كانت عندك مساعده، ما عرفتش باقا عندك او لا. لا ما بقاتش عندي. دابا ان شاء الله كنقلب على واحد اخر. عرفتي شكون كيقلب؟ انا اللي كنقلب عبد الله داك الشيء حيت الا جيتي نتبعها ما غتخش في الكوزينه. انا ما كنقلبش، دائما كنقول صافي انا يلاه تزوجنا سلمى، وكيشوفني عبد الله كندخل كان المراه كيف اي مراه في بيتها في الدار ديالها شنو كدير، هو كيعيط للناس اللي عنده في الخدامين عنده داكشي، الو شوف عافاك شوف لي عافاك بغيت شي مساعده، عافاك بغيت شي مساعده، هو مهتم بالمساعده اكثر مني وجاب مساعده، ودابا عاوتاني هو اللي كيقلب ماشي انا. مزيان باغي لك الراحه ديالك، باغيكش كيقول لي ما كنبغيكش تعياي، ما كنبغيك ترتاحي، ما كنبغيكش تخدمي صراحه. المهم هو كيفرح ملي كدير له شي حاجه. المشكله راه واخا تكون، ولكن واخا كتكون مساعده، هادشي بغيت نقول واخا كتكون مساعده ضروري ندخل انا نطيب له، خصوصا ضروري شي حاجه من يدي. جميل. هذه حاجه زوينه بزاف عبد الله، يعني انك تفكر فيها، وحتى المراه يعني كيعجبك الحال فاش تلقاي ان الزوج ديالك تيفكر لك وتيفكر في الراحه ديالك. وما شاء الله انت نشيطه ساره، من غير الديكورات انا شفت التجربات ديالك، حتى بزاف ديال المتتبعين سولوك كيسحبوك واش وقيلا خديتها مع شي ستيليست، بما انك قريتي التصميم يعني هذا هو المجال ديالك، ولكن درتي واحد الجلبات اللي عصريين وزوينين، بحال منهم هذه اللي كنشوفوا دابا اليوم. درت جلبات موديرن باقا خاص جلابتي ان شاء الله. فنانه شوفي في التصميم، هي اصلا قرات في كوليج لاصال ومصممه يعني، وصراحه الذوق عندها رفيع، وكل مره كتجبد لي شي بياسات هي مصوباها من ايام كانت شحال هذه هذا الجلبات هذا دابا صوبتهم شي 4 سنين. علاش فكرت صارت فكرت واحد الجاكيطه ديالك بقات عندي، وكل مره كنبغي نتلاقى معاك تجيبها، دابا غيشد فيها عبد الله يقول لي خديتي الجاكيطه. لا تبارك الله عليك. وهذا الشيء يعني حنا باقي عندنا خصائص في نهضر على التصاميم العصريه، يعني التقليدي ما شاء الله عندنا المصممات مبدعات كيديروا لباس تقليدي، ربما كنشوفوا كيدخلوا ديك اللمسه العصريه، ولكن شي حاجه بحال هكا موديرن كتعجب البنيتات يقدروا يلبسوها زعما هكا ديال تو لي جور، باقي محتاجين فيها، مازال كنتسناوك ساره تعطينا عاود لي موديل. كنفكر الصراحه انا هاد الجيبات كنت درتهم دابا راه شي 4 سنين، درت هاد الجيبات هادو موديرن، بغيت كيعجبني نلبسهم مع دي اسبادغي، وكما حنا محتاجين كما قلتي الجلبات شي حاجه كاجوال يعني ديال كل نهار دي طالون ولا بليغا ولا داكشي علاش مشيت في جلبات موديرن بحال هكا، يعني غنشوفوا لا مارك ديالك ساره قريبا ان شاء الله. الله يوفقك عبد الله. دابا مركز على البروجي ديالك ان شاء الله هو اللي خدام عليه. انا طبعا عندي مشاريع اخرى وشي حاجات في حياتنا انا وساره اللي مركزين عليهم اونصومبل الى اخره، مازال ما بغيناش نقولهم. طبعا جاي بزاف الحاجات، وحنا يعني صراحه ما كنحبسوش، ديما كنقول الحمد لله نزيدوا القدام. وراه قلت لك من نهار تزوجت وكنحس براسي كنحقق في اهداف، ولكن بصح مركز بزاف دابا على كوفير.ما، اون بلاتفورم اللي كتعاون الناس في قرايتهم في المنح، يعني كاين الناس اللي غادي يقراو على حسابنا، الناس اللي باغيين يقراو في الخارج حنا غادي نسهلوا لهم ان شاء الله الامور باش يمشيو، حتى نوصلوا معاهم لبزاف د الحاجات لي كونكور الى اخره، باش واحد النهار كيخدم الخدمه اللي كيستاهل. حيت شحال من واحد كيخدم غير باش يخدم ولا مسكين غير، لا درتي واحد الاخطاء في الماضي اللي انت ما فراسكش، اللي كون صححتيهم ولا كون صوبتيهم ولا كون تدخلنا حنا وعاوناك فيهم، غادي تلقى خدمه اللي كتستاهل وتبقى غادي في بروجي بروفيسيونيل ديالك بشويه. جميل ان شاء الله، الله يوفقكم يا ربي. امين. هذا السؤال ديما كنسولو الضيوف ديالي في البرنامج، انا غير انسان، فهو موجه لك عبد الله وموجه لك ساره. شنو اللحظه اللي في حياتكم بغيتوا تخرجوا فيها عند الناس تقولوا انا غير انسان؟ انا ولا انت؟ لا شي لحظه في حياتنا اللي يعني كانت فوق المستطاع، يعني فوق اللحظات، ولكن شي موقف بالضبط عبد الله كتفكروا فين كتشوف انه شي مرات تيكونوا دي كومونتير ولا احكام مسبقه اللي غلطه و سا باس، ولكن شي مرات كتلقى ناس اللي يعرفوك من قريب او من بعيد، معروفين وعندهم تاثير،
وكيهضروا عليك خايب. هنا راه تنبغي نقول لهم راه ماشي شي ظاهره غتجي تهضر عليها وانت كمؤثر وما ما عرفش شنو كان اسيدي غير ما تهضرش قول الله اعلم فهمتيني. تنبغي نقول انا غير انسان زعما راه انا كنحس انا تنتقصح راه انت ملي هضرتي ومتبعينك مئات الالاف ديال الناس راه انا بنادم راه عرفتي راه دوك الناس بزاف منهم اللي جاوا واتهموني بحاجات غالطين الى اخره ما سهلاش. كتقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ كنقولها الصراحه ما نكذبش عليك كنقولها هي اللي كنقول هي ماشي مساله يعني لان كتوكل امرك لله سبحانه وتعالى. صراحه كنقول حسبي الله ونعم الوكيل وكتدور الايام وكتلقى داك الشخص ولا داك الانسان اللي معروف كيجي وكيهضر معاك عادي بحال ما كاين والو كتعجب. عشت هذا الموقف وعشت معايا صراحه هذا الموقف بزاف المرات والله عجيب. وبالنسبه لك ساره شنو الاكثر موقف صعيب تحطيتي فيه وكنتي باغا تخرجي عند الناس وتقولي انا غير انسان؟ اكثر موقف صعيب تحطيت فيه هو ملي بنت في الاول مع عبد الله. كل شيء ظلمني، كل شيء قال عليا شي حاجات اللي ماشي ديالي، كل شيء قال راه خطفات الراجل لمراته، راه عرفاته هو مزوج وانا عرفت عبد الله من بعد شهور من الطلاق ديالو عاد عرفتو. وهادو من الحاجات اللي ضروني بزاف. الحمد لله انا كنعس وكنحط راسي على مخده سلمى وانا مطمئنه ما فرقتش هذا الراجل هذا على ولده وما فرقتوش على طليقته. وهذا الشيء اللي من الحاجه اللي كنقول للناس انا غير انسان، ما تعافاكم ما تحكموش عليا بشي حاجات انا ما دايراهمش. هي غير انسان زوين حيت هاد القضيه ديال ولدي دابا ملي قالتها تفكرت واحد الحاجه. شحال مره كيكونوا مسافرين عندنا بروغرام وهي كتقول لي لا غادي نرجعوا حيت خصك تشوف ولدك فهمتيني. يعني صراحه اشهد بهذه القضيه وبزاف الحاجات اخرين. عرفتي سلمى انا بصح كيف انت عارفاني انا كيفاش حنينه وكيفاش دايره. عمرني ما كنت نفكر لا قبل عبد الله لا بشحال عمري ما كنت نفكر انني نكون على علاقه براجل مزوج، ما يمكنش. هادشي ماشي من اخلاقي. هذا واحد العائله ما نقدرش. كيفاش غادي انا كيف ما درت انا غدير لي داكشي. اش كنقول لهم ما تحكموش عافاكم على شي حاجات اللي الناس ما دايرينهمش. نهار تلاقينا انا وساره ذاك النهار كنت مع واحد السيد وقلت ليه شوف شي انا رحت لنا واحد 10 سنين عاد نتزوج. يعني ديك الوقيته انا كنت تلاقيتها وقلتي هذه اللي غنتزوج. نسيت الزواج وسبحان الله تلاقيتها وتزوجنا. شكرا المكاتب. الله يخليكم بعضياتكم يا ربي. امين يا رب. الله والله يعطيكم كما على قد نيتكم ان شاء الله باذن الله. وشكرا بزاف يعني كنشكركم شكر خاص انكم قبلتوا تطلعوا معايا في البرنامج ودرتوا فيا الثقه وبغيتوا تطلعوا معايا. ودائما تنقولها انا الحمد لله اللي كيعرفني ومتبعني عارفني انا ما كنتفادى الاسئله المحرجه. يعني اسمحوا لي اذا كان شي سؤال محرج بالنسبه لكم يعني في الحلقه كما كنقول الله يجمع الشمل بوليداتك ودائما يكون الشمل مجموعه ان شاء الله. والله يرزقكم الذريه الصالحه ان شاء الله وليداتكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. كل التوفيق حتى في الخدمه ديالكم يا ربي. امين. شكرا سلمى ليك. شكرا لكم. حلقه زوينه كنهلا خدك. ما سخيناش الصراحه انا ما عرفتش صراحه ما سخيناش. كنا مرتاحين وجالسين بحال جالسين في الدار كنناقشوا كندردشوا. كنتمناو ان الناس يعني يكونوا شافوا فينا يعني داكشي اللي حاولنا يشوفوكم انا غير انسان. الجانب الانساني من عبد الله الانساني والله الا ما كان وهضرنا معكم بقلبنا ما كذبنا في حتى شي حاجه. هذه اهم حاجه. شوف ساره والله الا وكنعتذر لاصدقائي الصحفيين كاملين والاعلاميين من هذا المنبر. بزاف منهم الا ما قلتش الاغلبيه كيبغيو يستضيفوها ولا كيبغيو يجيبوها في برامج الى اخره ولا شي مرات كيكون شي ايفينمون كيبغيو يجيو يهضروا معها راها كتحشم. خصنا نتفاهموا. ماشي ما كنبغيش كنحشم. ماشي ما كتبغيش دونك هي كتحشم بزاف وفين دابا تجي وتتواجه الجمهور غراس توا سلمى طبعا راه دارت خطوه ما سهلاش وتشجعات الى اخره. دونك كنتمنى يعني الناس يشوفوا فيها الانسان اكثر من وشكرا عبد الله انت ما
شحال هذيك كنتي ما باغيش تطلع في انا كنت شي ضارب لقاء ولكن قبلتي انك تطلع شي معنا. بلاصه، ولكن مرحبا جات معك سلمى، ما يمكنش تعرضي عليا ونقول لك لا. الله يكبر بكم، وشكرا انكم كنتوا يعني اول ضيوف عندي في الموسم الثالث من برنامج انا غير انسان. كنبغي ايضا نشكر كل الناس اللي كيدعموني واللي يعني كتوصلني رسائل زوينه على البرنامج، لان اللي ما عارفينش بزاف الناس ان برنامج انا غير انسان كان بحث ديال التخرج ديالي في المعهد. يعني كان في المعهد دائما في اخر سنه كيقول لك ديري بحث مكتوب او اذاعي او تلفازي، فكان تلفازي انا غير انسان بقى هذا البروجي ودرته الحمد لله انه لقى واحد النجاح عند الناس وصل لكم. شكرا مره اخرى ورمضان مبارك سعيد. وكنشكر كل الطاقم التقني طبعا، شكرا لكم كيصبروا معنا حتى هما، شكرا لكم.